خميس، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا اصلي انت ايه؟ مالك يا رمانه؟ بصراحه كده عايزه امشي. تمشي ليه؟ رمانة سعادتك رمت الكل ورا ظهرها عشان خاطره. الدنيا دي ضيقة قوي، كله منفذ على كله. هي بس ايدي عشان ما اقولش. ولسه هتبوس اكتر. اللي تؤمر بيه سعادتك تحب ان ما انا احبش. هي هتجيلك وتطلب شغل، ساعتها هطلب اللي انت عايزه. سعادتك ناوي؟ من امتى يا مالت بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ انا اسف سعادتك، نسيت. بعد اذنك. ممكن اتكلم مع سعادتك كلمتين؟ اتفضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي تنحنحي ولا اعملي اي حاجه كده، هقطع الخلف. خطر. وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبونه اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجه. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخه اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ طب تعالي نخش اوضتي احسن البيت ده مليان ودان. قال يا خال، تحب تمشي انت كمان؟ وانا عاد ليا راي في حاجه؟ الله الله الله، ايه الغميان اللي مغمقوا علينا ده؟ دي حفله. بقول لك ايه، ما تقوم تشوف لك حاجه كده تبسط روحك. النبي ايه؟ قول لي، عملت ايه مع العمروتي مشوار الشغل بتاعنا؟ كله متظبط. النوح مش ناوي يعدي الليله من غير ما يكسب. سيبه يزيط يا خال، ولا حاجه. خميس، ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا. ايه مالك يا رمانه؟ ابدا ما فيش يا خال، انا اصلي اتخنقت شويه، حاسه كده ان انا يعني قلبي اتقبض من المكان بصراحه. ومن سمعك والله يا بنتي. ما تهدوا شويه يا اخوانا كده، ايه الغمقان ده؟ اصبروا كده اما يفتح البوفيه ونشوف ايه وناكل لقمه. هو بيفتح الساعه كام؟ شفت بقى انك مش عايز تمشي. ما تلف سجاره يا خال. ماشي. خلاص ما دام الدكتور قالك تسيبك من موضوع الخلفه، سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ خايفه من وليه الحربايه اللي بره؟ خفيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها، عايزه تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها، واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بت هو انت عفشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا، كلام الدكاتره يا خايبه بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس انا عندي فكره غير موضوع الدكاتره. انت هتقولي لهم انك عايزه تروحي بكره الصبح للدكتور، وقال ايه عايزه تاخديني معاكي. طبعا هم هيستغربوا، عارفين انك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي لا انا اقول انت ما تعمليليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي، هيقوموا برضو يستغربوا وعارفين ان انا ما بطيقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا ما تقوليليش
انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام الف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي. ويا خبر النهارده بفلوس. بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي، طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي؟ انت عليك حركات مستفزه. يا ابني ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل. سلام. براءة النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني نقرا الفاتحه يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبه؟ مخطوبه لمين يا باشا؟ سمي يا حاجة. ده كله يا خميس. تمن البضاعة الطاق 3. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. أنا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع، لا. وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى لحد ما البضاعة تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعة المتباعة، لكن علمت عليه. صحيح ابن ضاوية يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد